رمضان على الابواب، ومسلسلات رمضان كل سنه تبقى احلى من اللي قبلها. رمضان السنه دي جاي فيه اكتر من 25 مسلسل، هقول لكم على احلى 10 مسلسلات فيهم. اول مسلسل الحشاشين بتاع كريم عبد العزيز. المسلسل بيدور احداثه في القرن ال11 الميلادي على جماعه الحشاشين اللي كانت بقياده حسن الصباح، واللي اشتهرت بالاغتيالات. وكريم عبد العزيز هيقوم بدور حسن الصباح مؤسس جماعه الحشاشين. حصل صراعات كتير ومواجهات مثيره. مسلسل حق عرب بطوله الفنان احمد العوضي والفنانه وفاء عامر ومريهان حسين. وبيدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي شعبي داخل منطقه الجماليه، حاول يبني المنطقه بقى وكده. وهو راجل في التسعينات وبيخاف الجميع، وليه اخ اسمه عطوه بيكون دايما جنبه. مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ومي كساب. بتدور أحداث المسلسل قصة 2 من الإخوة من حي شعبي، وهما طارق لطفي وأحمد السقا. هيواجهوا في حياتهم مشاكل كتير مادية، وبعدين أحمد السقا هيتجه لوحده عشان خاطر يحسن معيشته، وساب العيلة وقرايبه وأصحابه وراح عاش لوحده. طبعا مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال، شفت الأجزاء بتاعته رمضانات اللي فاتت. وأول ظهور في مسلسل المداح الفنان فتحي عبد الوهاب. المرة دي الشيخ صابر هيخش مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن كله. الأجزاء اللي فاتت كلها هيخش على بوابات من الصراع بين الخير والشر، وهيقابل ملك الجن قزح واللي هيجسده فتحي عبد الوهاب. مسلسل لانش بوكس بطولة الفنانة غادة عادل وجميلة عوض. بتدور أحداث المسلسل دراما كوميدية. هي 3 ستات من رباط المنزل بيحاولوا يجيبوا حل لمشاكلهم، هم يتحولوا لعصابة وهيمارسوا أنواع من الجرائم المختلفة، كل ده عشان يحافظوا على نفسهم وعلى عائلتهم. مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنان خالد الصاوي وصلوى خطاب وعصام السقا. شخصية فتاة اسمها صدفة وهي مدرسة تاريخ. بتدور أحداث المسلسل كله إن هي بتناقش الشباب اللي هم بيمروا في سن المراهقة وكده، كيفية طرق التعامل معهم. إمبراطورية مين بطولة الفنان خالد النبوي على شيحة ونشوى مصطفى ونور النبوي. بتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول أب شايل مسؤولية ولاده الستة لوحده بعد وفاة مراته، وبيشتغل في وزارة التربية والتعليم، ولازم يوزن بين عمله وتربية أولاده، هو يراعي طلباتهم وحل مشاكلهم اللي هتزيد مع مرور الوقت. وطبعا الفنان أمير كرارة جاي لنا السنة دي بمسلسل بيت الرفاعي، وبتشارك في الحضور ميرنا جميل وسيد رجب ومحمد لطفي وأحمد رزق. بتدور أحداث المسلسل في صراع شرس بين أمير كرارة وأحمد رزق عشان خاطر بيت الميراث واللي هو بيرفض توزيعه انه كبير علينا. رفاعي احمد فؤاد سليم والده توفى بسبب الصراعات اللي حصلت في العيله، والدته توفت من الحزن الشديد على زوجها. مسلسل المعلم بطولة الفنان الجميل مصطفى شعبان. دور أحداث المسلسل حادثة هتحصل فيها خسائر لوالده، اللي هيخلي مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده من الشخص اللي خسره فلوس كتير أوي في تجارته وسجنه سرق فلوسه كلها. أحداث المسلسل هتلف كلها إن مصطفى شعبان عايز ياخد حق أبوه. مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي نرمين الفقي والفنان ماجد المصري. مسلسل اجتماعي تشويقي، وبتدور أحداثه حوالين شاب جاي من الصعيد وبيعيش مع أسرته في القاهرة. بعدها هتتغير حياته تماما بعد وفاة والده، وطبعا هيضطر ان هو يشتغل علشان يعول اسرته. مسلسل الكبير قوي اللي ليه 7 أجزاء فاتوا، الجزء الثامن اللي جاي للفنان الكبير احمد مكي، رحمة احمد والفنان بيومي فؤاد ومحمد سليم. بتدور احداث المسلسل ان عمدة قرية المزاريطة اللي هيتجوز من 6 أجنبية وخلف منها 3 توأم، واحد في الصعيد التاني في امريكا والتالت في القاهرة. تحصل مواقف كوميدية كتير زي ما احنا عارفين، وهيتفرقوا اخوات ال3 بعدين يرجعوا يلاقوا بعض تاني. مسلسل بدون مقاومة بطولة الفنان هاني رمزي وداليا البحيري وعمرو عبد الجليل الفنان الكوميدي المعروف. المسلسل بيدور حوالين شباب طموحين يشوفوا تحديات كتير قوي في حياتهم من خلال قصة مشوقة. وجينا لمسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني. بتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، وهي متاخدة من رواية عتبات البهجة للكاتب المعروف إبراهيم عبد المجيد، حول شخصية بهجة الأنصار، وهو أصلا يوتيوبر قدم محتوى على يوتيوب تحت عنوان عتبات البهجة. بعد وفاة زوجته قدم محتوى تدعو للسعادة. مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر، وهي شخصية محامية اسمها نعمة سعيد أبو علب، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تتعرض من العديد من المواقف والأحداث الصعبة بحكم شغلها. مسلسل مسار إجباري، وبتدور أحداث المسلسل عن تشويق الطابع الكوميدي حول شابين عصام عمر وأحمد داش اللي هم حسن وحسين، منطقة شعبية، وهيتفاجئوا هما الاتنين إن هما إخوات من نفس الأب وهما عكس بعض في كل شيء. وكده أنا قلت لكم قائمة من قائمة مسلسلات رمضان 2024. كل سنة وانتم طيبين.